الصينيه اللي ما ينفعش نعدي عزومه غير لما نعملها. ليه بقى؟ لان شكلها حلو قوي في التقديم، وكمان طعمها لذيذ جدا. وكل ده سهله، وما بتاخدش منك ثواني في العمايل يعني. اول حاجه معايا لحمه مفرومه، ومعايا نص كيلو من الجلاش، والجلاش زي ما انتوا شايفين سايب. ومعايا صينيه مقاس الورقه، اللي هي الصينيه الكبيره بتاعه الطقم المستطيل. تعالوا بس كده نعصج اللحمه مع بعض الاول. انا حطيت حله على النار، وبعد كده معايا كيلو ونص من اللحمه المفرومه. هستنى بقى اللحمه تفك في الحله. وما تقلقوش، انا هستخدم بس اقل من نص كيلو لحمه في الوصفه. بس لما بعصج لحمه بعصج كميه كويسه، استخدم اللي استخدمه، والباقي بحطه في علب وفي الفريزر، بينفعني وقت زنقه. واحنا بنمر كتير بوقت زنقه، بنكون محتاجين ان احنا نخرج الحاجه ونشتغل على طول. اول بقى ما الكيلو ونص لحمه فكوا، هحط عليهم كيلو الا ربع من البصل. وطبعا البصل زي ما انتم شايفين متقطع صغير. انت لو هتحط نص كيلو لحمه حط عليه 4 بصلات، حجمهم كويس برضو. خلاص، هستنى بقى اللحمه تدبل مع البصل كده، والاتنين ياخدوا ويدوا مع بعض. وبعد كده نكون جاهزين ان احنا نضيف التوابل. بالنسبه للتوابل ضيف اللي يريحك، وانا هقولك انا ضفت ايه. وبصراحه اللحمه والله ريحتها لوحدها تحفه. هبدا بقى ان انا اضيف على الكميه دي معلقه صغيره ممسوحه من الفلفل الاسود. وعلى طول هضيف بقى نص معلقة صغيرة من الكزبرة المطحونة، ونص معلقة صغيرة من البهارات المشكلة أو ال7 بهارات. وهضيف ربع معلقة صغيرة من القرفة. حابة تضيفي أي نوع من التوابل تاني انت بتحبيها تمام. بعد كده هضيف معلقة كبيرة ممسوحة من الملح. وهقلب بقى اللحمة مع المكونات الجميلة اللي احنا ضفناها، هتديها ريحة ونكهة خطيرة. نسيب بس اللحمة كده 10 دقايق على نار أقل من المتوسط تستوي بقى براحتها، على ما نكون فرمنا 3 جزرات كبار. الخضار اللي احنا بنضيفه على اللحمة بيديها طعم كويس، وكمان بيزود الكمية، واحنا محتاجين اللحمة كميتها تزيد يعني. خلاص بقى هقلب الجزر مع اللحمة. ولو حابة تقطعي قرنين 3 فلفل برضو وتضيفيهم عادي، مفيش اي مشاكل خالص. وبعد كده هغطي على اللحمة 10 دقايق واسيبها تستوي. وبكده بقى نكون عملنا شوية لحمة متعصجة زي الفل. استخدمي اللي تستخدميه وسيبها تبرد، وبعد كده الباقي احفظيه في الفريزر. احنا مزنوقين في دلوقتي ده، ومحتاجين نعمل الصينيه بسرعه. انا خرجت طبعا، كنت انا عارفه ان انا هعمل صينيه صوابع جلاش. فخرجت اللحمه فكت من الفريزر، وكمان الجلاش كان عندي في الفريزر خرجته هو كمان فك. يعني خرجتهم بعد صلاه الفجر على طول علشان يفك براحتهم. معايا بقى هنا الصينيه اللي هستخدمها دهنتها سمنه. ومعايا بقى ورق الجلاش على بعضه زي ما انتم شايفين. وهدهن الورقه سمنه، حاجه بسيطه خالص ما تكتريش. وهبدا بقى ان انا احط كميه مناسبه زي ما انا عايزه من اللحمه. وهاخد ورقتين ورقتين. بجد يا جماعه صوابع الجلاش دي من اسهل واطعم الوصفات اللي هتعمليها. سهل جدا. حط لي بقى لايك واكتبي لي كومنت كده، وكل سنه وانتم طيبين. وتفاعلكم على الحلقه هو اللي هيعلي المشاهدات باذن الله. وطبعا بشكركم قوي يعني على وجودكم حتى. فربنا يبارك فيكم. هبدأ بقى ان انا اخد الورقة التانية برضو، هدهنها سمنة حاجة بسيطة، واحط طبقة من اللحمة. يعني ايه، مش كتير برضو. على فكرة بتهيألك ان هي تاخد كمية لحمة، هي ما بتاخدش كمية لحمة، وهتشوفوا الكمية اللي اخدتها كمان. وهلف بقى الورق على بعضه، وهحطه بقى بطول الصينية بالشكل ده. وهو ما شاء الله يعني الورق طول الصينية بالظبط، مش محتاج بقى ان انا اقص، ولا محتاج ان انا ازود حاجة. هعمل بقى كل الكمية بنفس الطريقة. الصينية دي يا جماعة اخدت مني نص كيلو وورقتين كمان. بصوا بقى ما شاء الله سهلة جدا وبسيطة. والاهم من ده كله طبعا انا ولعت الفرن علشان خاطر يسخن كويس، على ما اكون خلصت رص الجلاش يكون الفرن سخن كويس قوي. كمان مش شرط تحشي لحمه مفرومه، ممكن تحشي فراخ، ممكن تحشي جبن، ممكن تحشي بطاطس. الجلاش من الحاجات الحلوه قوي اللي بتستقبل اي حشوه. ومهم انك القفله بتاعه اللفه تكون هي في ارضيه الصينيه، علشان خاطر برضو يكون شكله كويس وما يفكش معاكي. خلاص هنكمل بقى كل كميه بنفس الطريقه. وهنا بقى دي لفة الجلاش التانية، انا اخدت منها ورقتين بس. وهبدأ ان انا اطبقها زي ما كانت، واحطها في الكياس. واحطها زي ما هي كده مفرودة في الفريزر، علشان خاطر وقت ما احتاجها اخدها. وما شاء الله زي ما انتم شايفين اللحمة برضو بقت معانا كمية كويسة، هي كمان دخلتها تاني في الفريزر. وبكده بقى نكون جاهزين ان احنا نقطع الجلاش بتاعنا. هاخد على الوش حاجة بسيطة من السمنة. السمنة طبعا بتخليه مورق ومقرمش من بره كده، وبتديله طعم حلو قوي. ودلوقتي هبدأ بقى ان انا اقطع. انا بقسم الصينيه نصين، وبرجع اقسم كل نص نصين تاني.
بيكون يعني على قد ما نقدر كده، حجم الصوابع بتكون واحدة. خلاص حلو قوي كده. جاهزين بقى ان احنا نجهز ليها خليط ساقي كده هيخلي الجلاش ده طعمه تحفة. والخليط ده يا جماعة ليه بدايل، وهقولك ايه البديل علشان خاطر اللي ما بحبش مكون موجود في الخلطة دي. بس بصراحة ده افضل خلطة هتخلي طعمه حلو قوي. في الطبق هنا انا ضفت بيضة صغيرة مش كبيرة، وهضيف عليها نص معلقة صغيرة من الخل علشان خاطر بقى زفرة البيض، ورشة بسيطة من الملح، ورشة بسيطة خالص من الفلفل الاسود. وبعد كده هبدأ بقى ان انا اضيف ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ودي مهمة جدا على فكرة علشان خاطر بتدي بقى ايه الجلاش تورقة من جوه، مش بتخليه مكتوم ولا حاجة. وهقلب بقى المكونات دي مع بعضها كويس قوي. وبعد كده نكون جاهزين ان احنا نضيف عليهم كوباية وربع من الحليب. كوباية وربع من الحليب كافي قوي للصينية اللي احنا عملناها قدامكم دي، ما شاء الله هتخليه تحفة قوي. هقلب بقى الحليب مع البيض كويس. وبعد كده نكون جاهزين ان احنا نسقي بيه صوابع الجلاش. طب انت مش حابه تسقي بحليب ولا بيض، هتسقي بايه؟ هتجيبي كوبايه وربع من الشوربه، وتحطي عليهم برضو نص معلقه من البيكنج باودر، وتقلبهم في بعض وتسقي. بس انا بقولك على الحاجه اللي بتخلي الوصفه اطعم، الحليب والبيض هيخليها اطعم كتير كمان. هقلب بس الصينيه كده يمين وشمال علشان خاطر اضمن ان صوابع الجلاش كلها تكون شربت من الخلطه اللي احنا حطيناها. ومعايا بقى شويه سمسم هحطهم على الوش بالشكل ده. حابه تسيب الصوابع الجلاش ساده، حابه تحط عليها حبه البركه اللي يريحك. حبينا بس نضيف سمسم علشان خاطر يكون شكلها احلى كتير يعني. خلاص ممكن بقى تسيبيها شوية، يعني دقيقتين 3 كده او 5 دقايق، تشرب شوية من الخليط ده. وممكن تحطها في الفرن على طول زي ما انا عملت. الفرن بتاعك يكون سخن كويس على درجة حرارة 180. هتقربي الشبكة من الصاجة شوية، ولحد ما الجلاش بقى يتحمر من الجوانب ومن تحت. بصي اول ما يتحمر من الجوانب اعرفي ان هو اتحمر من تحت كويس جدا. هتولعي عليه الشواية لحد ما ياخد بقى اللون الذهبي الجميل ده. بصوا بقى الجمال، حاجة كده من الآخر تحفة، طعم وريحة يعني حاجة تشرف بصحيح. تعالوا بقى يعني نمشي السكينة كده على التقطيعات بتاعتنا علشان خاطر نحدد بقى صوابع الجلاش. الناس اللي بيحبوه مقرمش من بره ومن جوه، هو اول ما بيخرج من الفرن بتحس بقى ان هو ناشف بقى كده وهيكون حتى ناشف من جوه. تسيبيه مكشوف. لكن لو بتحبوه طري شويه، غطي بقى عليه بفوطه او غطي عليه زي ما انا غطيت 10 دقايق بس، وتعالي شوفي بقى الجلاش يا جماعه ممتاز قوي. الحلو بقى اللي فيه ان هو طبعا سخن جدا، المفروض استنى ان هو يهدى شويه واوريه لكم. بصوا بقى الجمال، مقرمش من بره، مقرمش من بره حلو قوي، وطري من جوه، وحاجه كده تفتح النفس. يعني من الاخر هتعملي صوابع جلاش وانت مغمضه بطريقه سهله وطريقه ناجحه وبألف هنا وشفا. واتمنى حلقتنا النهارده تكون عجبتكم، واستنونا في حلقه تانية ان شاء الله، ومع السلامه.